ينفع كده يا عم حسام يا عبد المجيد؟ التأخير ده كله بقالي يجي ساعتين مستنيك هنا قدام الأهلي من أولها كده. وبعدين خلي بالك، أهم حاجة هنا في الأهلي الالتزام. يا عم ما انت ما تعرفش ايه اللي حصل معايا. الزفت التوك توك اللي كنت جاي بيه عطل في الطريق، وبعد ما اشتغل الواد اللي سايقه عمل خناقه في الشارع ورحنا كلنا القسم. يعني أنت جاي تلعب في الأهلي في أكبر نادي في أفريقيا وجاي بتوك توك؟ كنت يا أخي جبت تاكسي وكنت أنا حاسبت عليه. المهم دلوقتي عملت كل اللي قلت لك عليه بالحرف الواحد. عيب عليك، كل حاجه تمام. لميت هدومي وخدت شنطتي من الزمالك، وزي ما انت شايف رحت اشتريت ولبست طقم الاهلي وحفظت النشيد كمان. أنت كده مية مية وتمام التمام. سمعني بقى يلا النشيد قبل ما ندخل جوه علشان كل حاجة تبقى مظبوطة. يلا، واحد اتنين تلاتة. اهلاوي انا والفخر ليا، وسبت الزمالك بتوع الكونفدرالية، هلعب للأهلي واكسب بطولات واروح كاس العالم للأندية. الله عليك، الله عليك يا سي حسام. ده ولا كأنك الفنان محمد حماقي في زمان. انا كده اطمنت عليك. استنى بقى اما نرن على الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان نشوف الدنيا. ابو السيدة الاهلي، ابو السيد الاهلي اهو. الو، سيد عبد الحفيظ بيتكلم، مين معايا؟